كان لازم اخليه يكره بنته عشان انا اعيش. عرفت اني ما بخلفش، لا ملهاش علاج. لفيت على كل الدكاتره. ربنا خلقني برحم عيله صغيره، ما ينفعش يشيل طفل. في الاول زعلت، بعد كده قلت خلاص هاخد حظي من الدنيا، وهاخد حقي من الدنيا اللي هي ما ادتهنيش واستكترته عليا. اتعرفت على واحد عن طريق الفيسبوك. هتستغربوا شويه الطريقه. كان بيعمل سيرش على اكاونت مراته، فشاف الاكاونت بتاعي، اصلا انا نفس اسم مراته بالظبط. اعجب بيا، عجبه صوري، دخل عمل لي اد، بدأ يبعت لي مسجات ان هو معجب بيا وعايز يتعرف عليا وحاجات زي كده. في الاول قلت ده شغل عيال صغيره ومراهقين، اكيد يعني مش هرد عليه. بس من كتر الحاحه رديت. قلت هخسر ايه يعني. نزلنا اتقابلنا مره والتانيه. طلع راجل محترم، جنتلمان، معاه فلوس كويسه، يعني مفهوش تقريبا عيوب يعني. وروشني بقى بصراحه، هدايا، ورد يبعتولي على الشغل، مفاجآت، الحاجات اللي البنات بتحبها. حبيته واعجبت بيه، ووافقت ان احنا نتجوز، واتفقنا على الجواز. انا كان ليا شرط وهو كان ليه طلب. شرطي اني ما بتجوزش على ضر، ما ببقاش زوجة تانية. فكان شرطي الوحيد ان هو يطلق مراته. في الاول هو رفض، قعد يقول لي دي مراتي ومولادي التلاتة وصعب والكلام ده كله. وبعد كده وافق. وهو كان طلبه ان ولاده يجوا يزوروه في البيت من وقت للتاني، يعني بحيث ان هو ما ينساهوش، يشوفهم، يطمن عليهم، الكلام ده كله. وانا ما كانش عندي مانع بصراحة في الحكاية دي. موضوع ان هو متجوز ومخلف ده كان من المميزات بالنسبة لي بصراحة، لان هو قال لي ان هو عنده 3 ولاد، فهو مش عايز يخلف مرة تانية. فده كان بالنسبة لي برضو ميزة تانية فوق كل المميزات اللي قلتها لكم. اتجوزنا، قضينا تقريبا سنتين من احلى سنين حياتي، فسح وخروجات وسفر، كل حاجة. هو ماديا كويس قوي، وانا كمان ماديا مرتاحة جدا. يمكن تقريبا ما كنتش بطلب منه حاجات كتير، انا كنت شايلة نفسي يعني، وما كانش فيه بينا قوي موضوع الفلوس ده. ساعات كمان هو كان بيميل عليا يعني في شوية فلوس او في مصاريف او في حاجات زي كده، وما كانش بيضايقني الموضوع ده خالص يعني، عادي. كان سبورت قوي في شغلي وكان بيدعمني. المهم ان انا ابتديت شغل جديد. في الشغل ده اتعرفت على واحد هو اللي كان ماسك لي الشغل بتاعي. من اول مرة شفته وانا حسيت ان هو ده الراجل اللي المفروض انا اكون معاه من الاول. هو ده الراجل اللي يملى عيني، هو ده الراجل اللي شبهي، هو ده الراجل حتى بمواصفاته الشكلية اللي بتعجبني. حتى اصحابي لما كانوا بيشوفوا صوري انا وهو مع جوزي كانوا بيقولوا لي انت مش لايقه على جوزك، انت لايقه عليه هو. بس طبعا ما حطيتش الموضوع في دماغي، ما ينفعش، انا ست متجوزه. كنا بنخرج مع بعض خروجات عائليه كتير جدا، انا وجوزي وهو ومراته وبنته. كنت بشوف طريقه معاملته لمراته وبنته وكنت بحسدهم يعني، كان حنين قوي عليه. اصل مراته دي حب عمره، يعني بيحبها من وهم في المدرسه تقريبا. بنته بقى دي كانت شقيه كده ولطيفه، يعني بنوته لذيذه. كل يوم بيعدي كنت بتشدله اكتر. يمكن ما خدتش بالي قوي من الحكايه دي غير لما بدات ابقى مش طايقه جوزي. لا طايقه نفسه ولا كلامه ولا حركاته ولا طريقته، مش طايقاه في البيت. ولما كمان يجيب ولاده عشان يزوروه كنت بحس ان انا عايزه اولع في البيت ده كله. العيال كانت بتيجي تستفزني، بيبقوا قاصدين يضايقوني، قاصدين يعاملوني بطريقه وحشه، ما انا مرات ابوهم بقى فمش طايقني. انا كل مره كنت بقول لا انا هعملهم كويس، لا انا ههدى المره دي ومش هتعصب عليهم، بس ما كنتش بقدر. العيال كانت مستفزه. بدات احس بمشاعر ناحيه التاني، وما كانش صعب عليا ان انا الفت نظره. هو كمان كان واخد باله مني شويه. اولا انا احلى من مراته، انجح منها، اكبر منها سنا واكبر منه هو كمان سنا، فهعرف احتويه، بفهمه من غير ما يتكلم، مش ند بند معاه. لا، انا حاجه تانية، مش مخلفه، ريحتي مش طبيخ، متفرغه له هو وبس، غير مراته خالص يعني. قربنا من بعض وبدأنا نقول لبعض بشكل غير مباشر ان احنا الاتنين معجبين ببعض. بس كان في مشكلة، ان انا وهو متجوزين. بس كانت سهلة، عرفنا نحلها بسهولة. انا الموضوع بالنسبة لي كان سهل جدا. رفعت على جوزي قضية خلع، هو بقى اللي كان عنده شوية مشاكل. فاتفقنا ان احنا هنعمل خطة. هيقول لمراته ان هو عنده شغل يومين سفر، فمعلش روحي اقعدي عند ابوكي عشان ما اقلقش عليكي انتي والبنت. وفعلا
مراته صدقت وراحت قعدت عند ابوها، ومن غير ما تعرف نزلنا العفش وخد دهبه وخد كل حاجته. الشقة اصلا كانت ايجار جديد، فكمان رجعها للمالك، وكده يبقى كل حاجة بينهم خلصت. وحصل اللي احنا عايزينه، وطلبت الطلاق وطلقها. كل حاجة خلصت بسهولة وبقينا مع بعض. ما كانش في حاجة بس معكنين عليا غير موضوع بنته ده. كل شوية يقول لي اصل وحشاني، اصل بحبها، اصل هموت عليها، اصل نفسي اشوفها. ده كان ساعات بيعيط من كتر ما هي وحشاه. كان لازم يكرهها، كان لازم اخليه يصدق ان هو بيكرهها. قعدت معاه كده وقلت له الا قول لي، هو انت كنت بتشوف بنتك؟ قال لي اه طبعا. قلت له لا. هو انت ما كنت بتروح كنت بتلاقيها صاحيه؟ قال لي لا، معظم الوقت كانت بتبقى نايمه. قلت له اهو. طب ولما بتصحى كنت بتلاقيها صاحيه؟ قال لي لا، كانت بتبقى في الحضانه. قلت له شفت، انت تقريبا ما كنتش بتشوفها، انت بس متعود عليها، هزارها ودلعها عليك، لكن ده مش حب. وقتها زعق معايا وقال لي ازاي، دي روحي، دي بنتي، دي حبيبتي. بس صدق، مع التكرار صدق. كل يوم كنت بقول له نفس الكلام لحد مش مصدق. ده مش صدق وبس، ده بقى بيقولها، بقى يشوف الناس يقول لهم انا مش بحبها. هو انا ما كنتش بحب بنتي اصلا، انا كان بيتهيألي، انا بس كنت متعود عليها. فرق السن بينا برضو كان بيخليني اقدر اتحكم فيه شويه واعرف اظبط له دماغه. واتجوزنا وعملت فرح ولبست عروسه تاني، وعايشه معاه اجمل ايام حياتي. مفيش حاجه معكنينه عليا غير مراته. كل شويه قضايا، كل شويه محاكم، اشي نفقه، اشي مش عارفه ايه. وعايزه تجيبه، بتجيبه بمين؟ بالبنت. هو انت عايزه مني ايه؟ هو في ايه؟ مش كفايه خدتي حظك من الدنيا حبه وخدتي حظك من الدنيا بنتك؟